ازيكم عاملين ايه النهارده؟ بص بقى، وصفه جامده جدا، سهله وبسيطه قوي قوي. بطاطس بالكفته، يعني مش اختراع، بس بقى شويه تريكات كده هتخليها حته تانية خالص. هجيب بصلايه حلوه كده وهحط معاها فلفل رومي يكون بلدي، مش عايزين اللي هو اللي مليان ميه كتير قوي. معلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره، وهضربهم في الخلاط. شايفين الخلطة ديت؟ هحطهم على حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة، وهحط شوية بقدونس وشوية كزبرة، بس الكزبرة اكتر شوية، بس بقى بتخلي طعم الكفتة حاجة جامدة جدا جدا جدا. رشة بسيطة قوي من القرفة ورشة من الكاري. الكفتة دي عظمة، يعني لو حتى حمرتوها هتبقى جامدة جدا جدا جدا. انا بحط بقى الكفتة قبليها بيوم كده، بتبلها واحطها في التلاجة، تفضل في يوم، تقعد يوم في التلاجة، بتبقى خطيرة جدا، والنكهة بتاعتها بتبقى قوية. حتى ايه، بتبقى دخلوا كده في بعض، وريحتها ما اقولكوش بتقلب البيت بصراحة. هكورها كور حلوة كده. وهجي احط نقطة زيت بسيطة قوي، وبصلاية بيضة كده. البصل الابيض بيدي نكهة جميلة، بس ما بيسكرش الاكل. هو ده بقى حلاوة الابيض، والفرق ما بينه وما بين البصل الاحمر. هحط اشوحه شوية في الزيت مع شوية توم. كمية التوم انتوا اللي بتحكمي فيها، انا بحب التوم جدا، وبحب في الاكل الحراق، يعني ايه، حاجة على المزاج يعني. بس هخليهم يتشوحوا مع بعض كده في الطاسة، وهحط طماطم معلبة، بس ممكن تجيبي طماطم متقشرة متقطعة حتت صغيرة، وهقطع البطاطس بتاعتي مربعات. انه الضحك اسمها مكعبات مش مربعات. بعد ما البصل بتاعي هيصفر هو والثوم، هحط فيه الطماطم، والنار تكون متوسطة قوي، فهكمل تقطيع البطاطس مكعبات. هاجي احط شويه فلفل اسود. طبعا احنا مش هنتبل الصلصه قوي قوي، لان هي الكفته هيبقى فيها كل التوابل، واحط معلقه هريسه، ودي طبعا اختياري، لو حابين تحطوها شويه شطه وكده مش هتقول لا. هاجي انزل بقى بالبطاطس بتاعتي، تاخد غلوتين، وكل ده لسه مش هحط الميه دلوقتي، هقلب كده اهوت لغايه ما احتاج ان انا ازود ميه. هزود، مش محتاج خلاص، انا شايفه ان الموضوع تمام يعني. الصلصه قايمه بالواجب. بس اخدت غلوتين كده اهوت. هقلبهم تاني. الاكله دي مش هتاخد كتير خالص، هتاخد حوالي تلت ساعه، والبطاطس كده كده ما بتقعدش وقت كتير للسوا، ولا هي ولا الكفته. زي ما انتم شايفين زودت شويه ميه حلوين كده اهوت، ولما زودت الميه هنا بقى هحط الكفته بتاعتي من غير ما اقلب ولا اي حاجه. هتاخد غلوتين، الكفته هتكش شويه، والميه اللحمه هتنزل ميتها، الكفته هتنزل ميتها. وهحركها كده، مش مضطره ان انا بالمعلقه اجيب من تحت لفوق، لا، انا مجرد ما بهز الطاسه بتاعتي هتستوي، هتتهز وهتتحرك يعني، وهتتقلب لوحدها. بعد حوالي تلت ساعة على نار متوسطة هيكون الأكل جاهز. وأتمنى تكون الوصفة بتاعت النهاردة كانت سهلة وبسيطة. أشوفكم في وصفة جديدة وأقول لكم سلام.